للأسف ما خدتش خوانة وقلت أمشي لغاية الجامعة. هو ده المسجد الوحيد اللي موجود هنا على حد علمي في بوكت يعني. هل يا ترى في بوكت كلها ولا في الجزء ده؟ هو لسه مبني قريب تقريبا على حسب ما قريت بردك في 2016. درجة الحرارة تتجاوز ال 35. أنا طبعا ممنوع عني الحر الشديد. والمسافة كبيرة، يعني المسافة بانت على الخريطة صغيرة وبانت إنها كيلو وحاجة بسيطة، وللأسف طلعت كبيرة جدا وطلعت أكتر من 3 كيلو. لا أكتر من 3 كيلو. وكنت حتى مخطط إن أنا أصلي الظهر هنا كده، بقى لهم ربع ساعة تقريبا مخلصين صلاة الظهر. المشكلة في التعب بس. كل شيء يغلب عليه اللون الذهبي، المعابد، الكنايس، المساجد، كل شيء لازم يبقى فيه لون ذهبي. واضح ان هي ثقافة يعني عنده. خلونا لما ندخل نصور. المشكلة هنا على فكرة ما فيش سجاد، هما بيعتبروا ده سورو، وتقريبا بيسموه سورو حاجة زي كده. سورو دي يعني مصلية، مش مسجد بالمعنى المسجد. هو مسجد اهو احنا شايفينه قدامنا، لكن هات حاجتك وتعالى صلي. مش عارف بقى، هو ده اللي انا فهمته من اللي انا بشوفه عنده. مش عارف اعدي من هنا ولا هو قدامه هناك تعدية. غالبا اكيد قدامه هناك تعدية. طيب تقبل الله منكم ومنا. دخلت المسجد، ده المدخل بتاعه. ناس بتقلع بره مش على باب المسجد، وعامل لهم اوضه اللي عايز يسيب الجزمه بتاعته جوه الاوضه. الميضه. المسجد اسمه مسجد المدينه دار السلام، والجسور الصلاه الذكور، يعني هم النظافه من الايمان. وهنا التواليت في الشباشب يا جماعه بتدخل حافي، ده اللي انا شايفه. وهناك بردك في الفندق هم عندهم الثقافه دي، الجزمه ما بتدخلش البيت خالص، الجزمه بره. طيب نشوف هم خلصوا الصلاه ولا لسه. اتمنى يا رب ما يكونوش خلصوا. تقريبا خلصوا ولا منتظرين. هم لسه منتظرين الصلاه. طيب ده من بره، الحمد لله هلحق معاهم. ده من بره في رسمين مسجد السلام. انا مش فاهم هم كاتبين ايه. على البلاط زي ما بقول لكم. اتناشر ونص و5. انا على التوقيت كان 12 او 12 و10. هم صلوا خلاص تقريبا. مش 12 فينش بالظبط. فينش الصلاة. صلاة الظهر فينش خلصت. فينش لسه هيصلوا ان شاء الله. بسيط جدا لكن ما شاء الله، الله اكبر. هنا بيبص على الجبل. هم خلصوا صلاة. خلصوا الصلاة.